في آخر دقائق المباراة نهضة بركان يفعلها ويقصي الهلال من دور ربع النهائي أبطال أفريقيا. للأسف ليلة حزينة لكل عشاق الهلال، عشاق الموج الأزرق، إقصاء فريق الهلال في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدف قاتل من اللاعب المغربي اللاعب منير شويعر الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 61. كان بالإمكان أفضل مما كان. طبعا الهلال أضاع فرصة ثمينة جدا، يعني كان 0-0 هي بتأهله. للأسف هو لعب على النتيجة دي، ودائما تعودنا في المباريات الإقصائية لما أنت تلعب على نتيجتين وتركز مع النتيجة الأولى دائما ما تتعرض للخسارة، ونسبة خسارتك بتكون كبيرة. الهلال كان ممكن يعني يتقدم بهدف، سنحت له فرص كبيرة جدا لكن ما يستغلوها المهاجمين، رغم انه طبعا بداية المباراة الهلال الشوط الاول بالذات لعب كورة دفاعية كويسة، لكن كان عنده مشاكل في الانهاء الهجومي في الهجمات، خاصة جان كلود وكوليبالي كان في انانية مفرطة وتعامل سيء مع الكورة. محمد عبد الرحمن صراحة كان خارج اجواء المباراة، انا ما اعرف يعني حتى تبديله تأخر جدا. كمان اللاعب عبد الرؤوف ما ظهر بالصورة المطلوبة، لكن كان الدفاع يعني ماشي بصورة كويسة، دافع الفريق بصورة كويسة في الشوط الأول. الشوط الثاني تحرك كويس في بداية الشوط فريق الهلال بصورة كويسة، كان ممكن يترجم التفوق بتاعه ده بهدف يريحه في النتيجة، وكان ممكن يضمن كمان التأهل. لكن حتى يعني دقيقة 61 كان في هدف للاعب كوليبالي، قام الحكم بإلغائه، وفي نفس الدقيقة يعني حصل نهضة بركان على ضربة جزاء تصدى لها سفيان فريد ببراعة. فريد الصراحة كان هو نجم المباراة. وبعد كده الصراحة يعني الهلال يعني بالغ في اللعب على التعادل وعلى الحفاظ على نتيجة المباراة. تبديلات كانت متأخرة، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة من كورة ثابتة وكان في تمركز خاطئ من الدفاع بتاع الهلال، أحرز فريق نهضة بركان هدف أكيد طبعا كان هدف كافي له إنه يتأهل للدور القادم، وخرج فريق الهلال وأحزن جمهوره وجمهور الكرة السودانية عموما. أتمنى الهلال يعني توفيق في المرات الجاية، لكن ما لازم استصحاب التجربة دي يعني في المرات القادمة. وصراحة يعني خروج حزين لأنه الهلال قدم بطولة جيدة، قدم مباريات عالية، ظهر بمستوى كويس جدا طوال البطولة، وحتى مع نهضة بركان ظهر بصورة متميزة